عايزة اقولك ان دي احلى وصفة بوتيفور ممكن تجربيها. الرسمة ثابتة بجد، دايب دوب طعمه وريحته في حتة تانية خالص. هنشوف الفيديو النهاردة ونتعلم نعمل احلى طريقة بوتيفور سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا النهاردة هتقول ايه. معايا 600 جرام من الزبدة طبعا اللي انت حابة تستخدميها. طبعا دي حاجة تريحك او ترجع لك انت. انا طبعا مقطعة الزبدة كده زي ما انتم شايفين مكعبات، عشان تبقى يا جماعة سهلة جدا في شغلها او سهله في العجان. ومعايا 225 جرام من السكر احنا اللي طحنينه برضو في البيت. ومعايا 780 جرام من الدقيق، انا استخدمت هنا دقيق سنبله الفرات للكعك والبسكوت. والفانيليا بتاعتي طبعا لو انت حابه تستغني عن الفانيليا، بحيث ان انا معايا طبعا هنا زبده جاموسي على زبده نيوزيلندي، فطبعا غنى عن الفانيليا. بحط السكر بتاعنا على الزبده وببتدي اروح للعجان بتاعنا كده، وبضرب الزبده مع السكر حلو قوي لغايه ما يبقوا كريمي. طبعا بنضرب شويه يا جماعه، وبعد كده ببتدي اخد الزبده اللي بتبقى في قاع البوله، طبعا عشان العجان ساعات ما بيطولهاش كلها. انا عايزه الخليط بتاعي يبقى كريمي كده زي ما انتوا هتشوفوا في الاخر، عشان بعد كده ابتدي ان انا انزل بالبيض. تأكد طبعا يا جماعه بالنسبه للبيض اهم حاجه ما يكونش طالع من التلاجة سقعان، وابتدي انزل بيه على الخليط، طبعا بيبتدي يفصل مني. معايا هنا طبعا زي ما انا قلت بيضتين كاملين وصفار بيضه. لو انت حابه تحطي التلاتة كاملين مفيش مشكله، طبعا دي حاجه ترجع لك. ونزلت بعد كده بالدقيق بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، وبرده ببتدي اخد كده. يعني يا جماعه ما نضربش قوي في الدقيق لغايه الدقيق ما يختفي، وكده خلاص يبقى العجينه بتاعت البوتفور تمام. حبيتي بقى ان انت تقسميه اتنين، مفيش اي مشكله. بنشيل 4 معالق من الدقيق وبنحط قصادهم معلقتين من الكاكاو. بنشيل 4 معالق من الدقيق وبنحط معلقتين من الكاكاو. لو انت حابه تقسميه اتنين، لو مش حابه يبقى مقدار الدقيق كله بنحطه على الخليط زي ما انتوا شايفين كده. وكمان ما ننساش ان احنا نبقى نخلين معلقتين الدقيق، معلقتين الكاكاو اللي احنا بنستخدمه. معايا التيب ده طبعا هنا موجود عند اي مستلزمات حلويات، وكمان القمع بتاعنا برضو موجود عند اي مستلزمات حلويات. وما ننساش كمان نكون مسخنين الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 180. نمشي على التريكات المظبوطه دي عشان اطلع البوتفور النشا بتاعته ثابته، وكمان ناعم ومستوي من جوه. درجه الحراره بتكون 170، بياخد حوالي ربع ساعه. ببتدي انزل بالبوتفورايه بتاعتي كده. القمع يا جماعه زي ما انتوا شايفين موجود عند اي مستلزمات حلويات. شايفين البوتفور يا جماعه بجد نازله تتدلع. عايزه اقول لكم البوتفور هيطلع في حته تانية خالص، بالذات كمان لو احنا مستخدمين زبده ودقيق جوده عاليه. طبعا اي حاجه طبعا بترجع لك انت، وبترجع لاي حاجه انت بتستخدميها، بس طبعا كل ما احسنتي في اختيار المنتجات اللي انت بتستخدميها بتطلع الحاجه احسن واحسن. البوتفور بتاعنا زي ما انتم شايفين البوتفوره نازله بجد حكايه. بعد ما بخلص المقدار بتاعي كله، طبعا بالنسبه للبني او الشوكولاته بتاعنا بنحط الاتنين مع بعض علشان طبعا نشوف التسويه. بحط او واحده بيضه مع البني بتاعنا علشان نعرف التسويه بتاعتنا ان هو طبعا تمام استوى. في الاخر هنشوف البتفورايه بتاعتنا عامله ازاي. بتفورايه طالعه ناعمه رسمه ثابته، الشوكولاته بتاعتها اللي بالكاكاو بجد في حته تانية خالص. هنمشي على الطريقه والمقادير هنطلع احلى بتفور. اهم حاجه ان احنا نمشي بالظبط على كل التكات اللي احنا بنقولها. اما بقى بالنسبه للشوكولاته، انا هنا كان معايا شوكولاته سما كونزات. عايزه اقول لكم الشوكولاته دي خلت البتفور في حته تانية خالص. سما ساده وسما بالحليب. وكمان معايا الشوكولاته الوايت بتاعتها زي ما انتوا شايفين. هوريكم الكونزات. عايزه اقول لكم الشوكولاته دي بجد جميله جدا جدا جدا، موجوده برضو عند اي مستلزمات حلويات. الشوكولاته حلوه وطعمها بجد خلي البوتفور منقول في حته تانية خالص. طريقه طبعا التسييح طبعا كلنا عارفينها. بنحط طبعا الشوكولاته بتاعتنا على حمام مائي، بس ما بنفضلش مولعين البوتاجاز يا جماعه. بنسخن الميه وبعد كده ببتدي احط شويه وبقلبهم، بعد كده ببتدي انزل بالشوكولاته بتاعتنا. اما بقى بالنسبه المكسرات اللي تريحك لو حابه تعمليه ساده برضو دي حاجه ترجع لك او حسب الشغل اللي مطلوب منك. علمك تعملي احلى بيتي فور رسمه ثابته، مش طارة سمنه او زبده، وكمان في نفس الوقت نعومه وريحه بجد من الاخر.
زي ما انتوا شايفين بقى كده هنطلع الصاج بتاعنا بعد ما برد. زي ما انتوا شايفين بتفورايه من تحت عامله ازاي، الرسمه ثابته، البتفورايه مستويه من جوه، اللون ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم البتفوره في حته تانية خالص، كمان ريحتها عايزه اقول لكم قلب الدنيا. نمشي على التكات بالظبط والطريقه هنطلع احلى بتفور. تفور زي ما انتوا شايفين مستوي من جوه بجد. اخد حوالي 12 او 15 دقيقه بالظبط على درجه حراره 170. بنمشي بالظبط زي ما احنا قلنا على المقادير. المقادير قبل كده قلناها في كوبايه بالكوبايه في فيديو قبل كده، النهارده قلناها بالجرام عشان الناس اللي حابه بالجرام. بعد بقى ما سيحنا الشوكولاته بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بجد حطيت الاتنين على بعض، عاملين ميكس الاتنين مع بعض طعم حكايه. طبعا احنا طبعا يا جماعه علشان طبعا بنبقى مستعجلين بالنسبه للشغل، ما ينفعش ان احنا طبعا نقعد نجيب القمع ونعمل واحده واحده، لا دي طريقه سريعه بالنسبه لنا بحيث ان احنا طبعا بيبقى شغل، فبنعمل الطريقه دي في تزيين البيتي-فور. زي ما انتوا شايفين سيبية الشوكولاته ولونها بجد في حته تانية خالص. في الاخر بعد ما بنخلص بقى البيتي-فور نرجع تاني ونشوف عملنا المقدار ازاي. بعد ما احنا طبعا غطسناه كمان في المكسرات زي ما انتوا شايفين بجد البتفورة عظمة في حتة تانية خالص. يتحط يا جماعة في العلبة وطبعا ويترصص بجد بيبقى حكاية. كمان الطعم في حتة منقول في حتة تانية خالص. مش عارفة اقولك ان دي احلى وصفة واسهل وصفة ممكن تجربيها للبتفور عشان يطلع منك بنفس الجودة وبنفس الكواليتي وبنفس الشكل. بجد عظمة. هنمشي على الطريقة بالظبط والمقادير. تابعوني على صفحتي مملكة